بعد ما اتفرجت على ميجن حسيت ان انا عايزة عالم ميجن سينمائي. تعالوا نتكلم عنه. فيلم ميجن أول فيلم رعب ليه سنة 2023، وطبعا أكيد سمعتوا عنه أو شفتوا له تريلر أو شفتوا له إعلان أو أي نوع من الماركتينج، لأن يونيفرسال عملوا ماركتينج حلو جدا للفيلم ده، نزلوا له حاجات كتير جدا تمهيدا لنزوله في السينمات. الفيلم بيتكلم عن كيتي بعد ما أهلها بيموتوا في حادثة عربية، خالتها هي اللي بتتولى رعايتها. ولما بتلاحظ ان بنت اختها بتكون متضايقة او حزينة او وحيدة، بتصنع لها الدمية ميجن اللي بتكون زي اختها بالظبط، وكمان بترعاها وبتعملها كل اللي هي عايزاه. لكن طبعا ميجن من منتج حلو جدا وبيعمل بشكل كويس، بتتحول وبتتطور لآلي مميت. الفيلم ده تقييمه معانا PG-13 لبعض مشاهد العنف، شوية مشاهد دموية، وطبعا لغة قاسية. الفيلم ده كان هيبقى ريتد ار، وكان هيبقى اكتر دموية من كده، لكن طبعا بعد الشهر اللي حاز عليها شركة يونيفرسال قررت انها تعيد تصوير حاجات معينة عشان تخليها PG-13 وعدد اكبر من الناس يتفرجوا على الفيلم في السينمات. بس هل الفيلم فعلا حلو؟ هل الفيلم عادي؟ هل الفيلم زي اي فيلم رعب تاني ممكن ما يكونش فيه اي حاجة حلوة؟ تعالوا نتكلم عنه ونتكلم عن الحاجات اللي عجبتني واللي ما عجبتنيش في الفيلم ده. ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الفيلم ده لو شفتوه في السينمات، واللي عجبكم فيه اللي ما عجبكمش، وهل مستنيين اكتر افلام عن ميجن ولا كده خلاص شايفين ان ده يبقى فيلم حلو كده وخلاص ما يزودوش عليه. ومن غير مقدمات كتير، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا القناة وتفعلوا الجرس، ويلا نبتدي. طيب تعالى نبتدي بأهم حاجة وهو الرعب في الفيلم ده. طبعا احنا معانا الحاجة المرعبة الأساسية هي ميجن، وأنا الصراحة كنت مش شاكك يعني ازاي هيقدروا يعملوا رعب في PG-13، بالذات ان هما الفيلم ده بيتمحور أساسي حول ان هما إن ميجن بتقتل الناس الموجودة. فلو PG-13 مش هيبقى فيه حتى دموية، فالموضوع مش هيبقى مرعب، وده فعلا الحقيقة. الفيلم مش مرعب قوي، الفيلم ما فيهوش حاجات مرعبة كتيرة. آه، هو ممتع طبعا جدا، وماجن نفسها حلوة جدا وممتعة قوي، لكن بالنسبة للرعب نفسه مش قوي قوي. ماجن نفسها هي بتبقى ممتعة، وجودها على الشاشة بيبقى ممتع. الحاجات الممتعة اللي بتجيبها سواء كان الدايلوج اللي بتقوله، الكوميديا اللي بتقولها، وجودها عامة في مشاهد السسبنس وكده بيبقى ممتع جدا. لكن هل هي مرعبة؟ هل هي بتعمل حاجات مرعبة؟ لأ. وده شوية طبعا بسبب الريتنج بتاع الفيلم، ممكن يكون بيضعفه شوية في بعض الأحيان. لكن نيجن نفسها كشخصية مرعبة جديدة بنضيفها للشخصيات الكتيرة، هي فعلا حلوة جدا وممتعة جدا. واعتقد ان في هنا بوتنشال كبير قوي انها ممكن تكون افضل من كده كمان بكتير لو كانوا غيروا الريتنج بتاع الفيلم ده. فهي ميجن حتى في سيكونسز القتل، في سيكونسز اللي هي المفروض بتكون مرعبة، بتكون ممتعة جدا، وبكون مبسوط منها قوي. وحاسس كمان ان هم بيقووا قوي عنصر السخافة ما عندهم او الكوميديا نوعا ما. فمشاهد رعب مش بتبقى الى حد ما مرعبة، لكن بتبقى فيها كده عناصر من الكوميديا، بتبقى فيها حاجات حلوة وممتعة انك تشوفها. فده عجبني ان الفيلم فاهم نفسه قوي، فاهم هو عبارة عن ايه. هو قصة بسيطة، مش مكبر نفسه قوي، مش مدي نفسه مساحة او اوفر او اي حاجة من الحاجات دي. بيستغل القصة بتاعته اللي اتحكت قبل كده كذا مرة، وبيخليها ممتعة، بيخليها فيها كوميديا، بيخليها فيها سسبنس. فبيمبريس او بينور قوي، وبيحيط الحاجات الحلوة اللي فيه او الحاجات اللي شفناها كذا مرة، لكن بيعملها بطريقة حلوة وممتعة. وهو ده اللي انا انبسطت فيه اكتر حاجة. ومعانا برضو هنا الاداءات التمثيليه برضو فاجئتني. قلت بقى ممكن يكون فيلم ميجان مفهوش اداء تمثيلي حلو، ممكن يكون ضعيف من الناحيه دي، لكن الشخصيتين الاساسيتين الطفله وخالتها كان اداء التمثيلي معاهم حلو جدا. وبالذات الطفله عملت اداء حلو فعلا بالنسبه لسنها، وان هي كانت بتتعامل مع مشكله قويه جدا آه، آه، في الفيلم، ان هي كانت بتتعامل مع خسارة اهلها. فكان في مشاعر كتير جدا بتطلع. انا كنت الاول حاسس ان انا مش هحب الاداء التمثيلي بتاعها، لكن اتفاجئت فعلا في اخر الفيلم. وكمان تفاعلها كان مع ماجن كانت حاجة ممتعة جدا، يعني رؤيتها وهي بتتعامل مع الآلي ده او اللعبة دي، وهي بتساعدها، وهي
بتداوي الجروح اللي عندها، بتعلمها حاجات جديدة. الموضوع كان فعلا ممتع جدا انك تتفرج عليه. نعم، انا بقول ان الفيلم برضو فيه حاجات سخيفة بشكل كويس مش بشكل وحش، وفي حاجات كوميدية، وفي حاجات كده حلوة من الناحية دي، ممتعة جدا. لكن الفيلم لما بيوصل لحاجات قوية، حاجات جدية، بيتعامل معاها بشكل كويس، بيخليها حلوة، بيخليها مؤثرة فعلا، مش بيتعامل معاها بشكل سخيف، بشكل برضو بيتجاهلها او مش بيتعامل معاها بشكل صح. فدي برضو حاجة كويسة جدا في الفيلم، ان هو بيقدر يوازن ما بين كل حاجة موجودة فيه، ويتعامل مع القصة او الحبكة الجدية مع الحبكة بتاعت ميجن اللي هي فيها حاجات كتيرة فوضوية وكتيرة. لكن برضو الفيلم ما يخلاش من العيوب والمشاكل والحاجات اللي انا كنت متوقع انها مش هتعجبني في الفيلم. آه، هواية طبعا ان الفيلم مثلا فيه حاجات كتيرة متوقعة. اعتقد ان ممكن يبقى فيه حاجات متوقعة في القصة، في الديالوج، في الحاجات دي. وده طبعا شيء انا ما كنتش متفاجئ منه، لان انا حسيت ان هو الفيلم هيعمل ضجة، لكن نفسه هو مش هيبقى حلو في الحتت دي. متوقع برضو من ناحية مثلا مين الشخصيات اللي هتتقتل. يعني انت بتبقى داخل الفيلم اول ما تشوف الشخصية دي، الشخصية دي ميجن هتقتلها في نقطة في الفيلم. فالحتة دي عادية جدا يعني، متوقعة من الفيلم ده. فانا ما اتفاجئتش منها وما ضايقتنيش قوي، لان انا استمتعت برضو بالفيلم عامة. والحاجات التانية اللي فاجئتني في الفيلم كانت بتغطي على الموضوع ده. برضه حاجة كمان، أعتقد إن إحنا بنقعد فترة مش قصيرة مستنيين نشوف ميجن فعلا بتتطور وتبقى مشكلة. بناخد وقت برضه إن احنا نشوف ميجن في الأكشن بتاعها، في المشاهد بتاعتها، بتاعت القتل، بتاعت الرعب بتاعتها. بناخد وقت طويل لحد ما، بس ده طبعا برضه بيحكي الشخصيات دي، بيحكي ميجن ازاي اتطورت، بقت إن هي من منتج عادي إلى آلي عايز يدمر الناس اللي حواليه كلهم. فده برضو شيء مش وحش، يعني ممكن يكون شيء وحش ومش وحش ان احنا مش السنتر بتاعنا بس هنا الرعب بتاع ميجن، لكن الشخصيات التانية برضو بياخد وقت معاها. فعموما في الاخر فيلم ماجن فيلم ممتع قوي، ممتع قوي. يعني هل هو مثالي في كل حاجه؟ طبعا لا. لكن بالنسبه للمتعه والسسبنس والكوميديا، فانا اعتقد ان ده فيلم لازم تشوفه عشان تاخد وقت حلو جدا في السينما تستمتع بيه. هو فيلم ممتع جدا، انا حاسس ان هم هيعملوا منه جزء تاني، جزء تالت، وانا طبعا هبقى مبسوط ومن اول الناس اللي هتشوف الموضوع ده. ففيلم ماجن انا اديله 6 من 10. بس ده كان فيديو النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم. أول مراجعات 2023. و اكتبوا لي لو في فيلم معين أو مسلسل عايزيني أتكلم عنه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير القناة وتفعلوا الجرس. وسلام.